السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات السفر لالمانيا. وفي الفيديوهات دي كل اللي بحاول اعمله ان انا برد على الاسئله بتاعتكم في الفيديوهات زي الفيديو اللي انتم شايفينه ده. وفيديو النهارده ان شاء الله معايا ضيف من مصر، عبد الله. هنتكلم معاه عن تجربته من ساعه ما قرر انه يجي يسافر المانيا ويدرس هنا لحد ما الحمد لله هو وصل. فانا لسه واخده طازه، يعني لسه ده اول اسبوع ليه في المانيا. فدي حاجة ظريفة لأن هو لسه فاكر الحاجات اللي عملها، غير أنا مثلا جاي من 4 سنين ولا حاجة، فهكون ناسي الحاجات اللي أنا مريت بيها أول ما جيت. فده الفيديو هيكون عن كده النهاردة. فأولا نعرف بنفسك. ماشي، انا عبد الله فوزي. جاي خريج ميكاترونكس عين شمس. وطبعا قضيت 5 سنين أحسن. عذاب في عين شمس. فقلت لازم نرفع عن نفسي ونطلع بلد بره بقى ان شاء الله. خلصت ميكاترونكس في عين شمس في 5 سنين. تمام. وعلى طول من ساعة ما خلصت جيت على طول على ألمانيا، يعني قررت تسافر على طول ولا درست أو يعني اشتغلت أو حاجة قبلها؟ لا لا، هو كان في شوية تريننجز في الجامعة بس وخلاص، بس ما اشتغلتش شغل فول تايم ولا اشتغلت حاجة يعني كشغل رسمي يعني. تمام جدا. بس حاولت ادور في مصر وبصراحة ما حالفنيش الحظ يعني. و إنك تشتغل. اه ان انا اشتغل. وقررت خلاص انا ما دام ما فيش نصيب في مصر ممكن نطلع على المانيا كده، وربنا وفقني وجيت الحمد لله. يعني أنت أصلا ما كنتش عايز تيجي ألمانيا في الأول؟ لا، المانيا كان اوبشن يعني، في كذا اوبشن قدامي في المانيا، في شغل هنا، في شغل في كذا مدينة مثلا في مصر كده يعني. الطريق كان سالك بصراحة في طريق المانيا الحمد لله. تمام جدا. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن انت ليه اصلا اخترت ميكاترونكس، وبعدين نتكلم ليه اخترت التخصص بتاع الماجستير اللي انت جيت عليه، وليه الجامعة ديت. مهم. فممكن تبدأ الأول بليه اخترت ميكاترونكس. تمام، هو ميكاترونكس انا كنت عارف وسائل في الاول، وعارف ان هو عبارة عن بتاع 4 أقسام في بعض: كمبيوتر وميكانيكا وكهرباء وكنترول. مم. والأربعة مدموجين في بعض، فلو أنا كنت عامل حسابي مثلا ما لقيتش شغل هنا هلاقي شغل هنا، هلاقي شغل هنا هلاقي اه. شغل هنا، مجالات كلها مفتوحة يعني بالنسبة لي. طب بس السؤال في الحتة ديت، هو في عين شمس انت بتدخل ميكانيكا وبعدين بتتخصص ميكاترونكس، ولا من الأول انت تدخل ميكاترونكس من الأول؟ لا، هو أنا كنت كريدت. ف من الأول خالص أنا دخلت ميكاترونكس، يعني هي تمام. كانت سنة إعدادي وبعد كده دخلت على طول على ميكاترونكس. مم. بس وبعد كده لما اتعمقت بقى في الميكاترونكس، طبعا اول سنتين بصراحه ما كانوش عاجبني خالص، انا ماليش في الميكانيكا يعني، كنا تمام. باخد ميكانيكا صرف. فالدنيا كانت صعبه شويه في الاول. وبعد كده في السنين اللي في الاواخر بدات احس ان لا، القسم اللي أنا اخترته كان كويس، مم. سواء بقى في الكمبيوتر سواء في الكنترول والكهرباء وكده بتاعتها. مجال الروبوتكس مثلا ومجال الاوتوماس سيستمز والمجالات اللي هي الادفانس شويه في الميكاترونكس، هي دي اللي عجبتني قوي وكنت عايز اشتغل فيها بصراحه. وشغلها قليل في مصر للاسف يعني، كانت اوبشن في مصر بس انا لقيت ان المانيا ممكن تكون احسن في الموضوع ده. فنيجي دلوقتي لنقطة إنك أنت خلصت ميكاترونكس في مصر وقررت تعمل ماجستير في ألمانيا. اشمعنى اخترت ألمانيا أصلا؟ يعني ليه ألمانيا مش بريطانيا مش كندا مش أمريكا؟ هو بريطانيا معروفه ان هي غاليه جدا في الاسعار، مهم. يعني ده اول حاجه في بريطانيا. امريكا بعيده طبعا مش محتاجه تتقال. فألمانيا الدراسة فيها ببلاش تعتبر يعني مهم. عن بقية الدول، شوية مصاريف يعني، حرفيا حاجات رمزية. رمزية كده اهوت للترم كله. فكان وجهة كويسة. كان بس ناقصني شوية ألماني مثلا أدرسه. فأنا آخر سنة ليا في الكلية بدأت أبدأ في اللغة، مهم. وبدأت أهب نفسي إن أنا أروح على هناك يعني لو الدنيا صدفت إن أنا رحت. وصلت لأي مستوى؟ وصلت البي 1 وأنا في مصر. ده بعد ما خلصت الكلية ولا وأنت بتدرس في الكلية؟ هو أنا بدأت وأنا في آخر سنة مهم. كنت بدأت ب A1، وبعد كده تسلسل بقى A1 A2، ووصلت B1 على قبل ما أسافر على طول. قبل ما تسافر على طول. قبل ما أسافر على طول كنت وصلت B1، كان أنا بقالي فاكر كنت 9 شهور. كنت بتعمل امتحان وأنت هنا. اه بالظبط. تمام. حرفيا أنا جيت هنا وقت اليومين الجايين كان عندي امتحان البي 1 أونلاين. ممتاز. بس هو أنت جاي هنا تخصص بالإنجليزي على ما أعتقد. بالظبط اه. تمام. فخدنا نرجع قبل ما نروح للحتة ديت، ممكن نروح لجزء ليه الجامعة دي أو ليه التخصص اللي أنت كمان اخترته في جامعة ار بي تي هنا في كايزرزلاتن. اخترت ليه التخصص دوت وليه الجامعة دي؟ هو انا زي اي حد كان عايز يدرس في المانيا فتحت موقع داد. مهم.
وكتبت ميكاترونكس، كتبت اوتونوموس سيستم، كتبت كنترول، كتبت كل الكيوردز بتاعت ميكاترونكس بتاعتنا، وطلع لي كذا جامعه. وانا خدتهم كده واحده واحده بقى ايه، اقدم على دي، اقدم على دي، اقدم على دي. قدمت على بريمن، قدمت على فريدريش، قدمت على كايزرزلاوتر. جميل. كل واحده منهم طبعا ليها الديدلاين المختلف بتاعها، والابلكيشن بتاعتها. دي بتطلب مش عارف ثانويه عامه، دي بتطلب ريكومنديشن ليترز، دي بتطلب كذا. ف... فكل ابلكيشن منهم بتاخد وقت طبعا. مهم. بعد ما خلصت تقريبا بريمن كانت اول واحده انا مبليتها، كان ديدلاين يوم 15/10. اه. قلت خلاص تمام، انا قدمت على واحده كده وحسيت بانجاز رهيب بعد ما انا دي كنت بجهز لها مثلا في بتاع شهر ولا حاجه. يا اه خلاص تمام، ارتحت ان شاء الله هتيجي. طبعا كنت مغيب ساعتها ان انا خلاص اول واحده كده هتيجي، لا تمام. ففي يوم كده ما تعرفش ليه بدور تاني لقيت جامعه كايزرزلاوتر، وصدفه الحظ يوم 31/10 الديدلاين، وانا كنت فاتحها يوم 31/10. يا اه والله. عارف ان ده نفس اللي حصل معايا. لا يا راجل. انا برضه كايزرلاوترن او قرار ان انا اسافر المانيا، يعني دخلت على الموقع بتاع داد، لقيت كايزرلاوترن الاختيار اللي انا عملت عليه التقديم كان يوم 31 والتقديم يخلص 31. اه فمش حرفيا عارف ايه الموضوع الغريب ده، سبحان ده الله. صدفة رهيبة والله. انا كمان ده انا الصدف كمان بدأت تتسلسل كده معايا، انا مش عارف يعني. ده حسسني اكتر ان اللي هو ايه، ده الطريق اللي ربنا رايدني اروحه بصراحة. ايوه ايوه. موضوع ان يوم 31 التقديم، وانا ما بصراحة يعني في اليوم دوت عملت بحث على مدينة كايزرزلاوتر. فبالنسبة لبريمن وبالنسبة لإرلانجن اللي فيها فريدريش، مهم. هي مدينة بسيطة شوية يعني، أصغر من الاتنين. وحتى واحنا قاعدين هنا وقت الدنيا يعني هادية، ايوه ايوه. الحياة فيها ماشية بسلاسة يعني. مش ما تقدرش تقول ان هي زي ميونخ مثلا ولا برلين يعني. بسيطة وزحمة. اه بالظبط. ف فاللي هو ايه، كانت اختيار ساعتها. انا ببص انت قدامك بريمن وقدامك كايزرزلاوتر. انا نفسي اروح بريمن اكيد، بس وقدامك فرصة، ليه ما تقدمش؟ حرفيا ده اللي جه في دماغي امم. يعني. اللي هو ايه، انا قدامي حاجة، قدم خلاص. قدم وخلاص. حرفيا ده اللي جه ايوه. في دماغي حرفيا يعني. خلاص قدمنا. طلع بقى ايه، في 60 يورو بيدفعوا علشان يتعمل اصلا ريكوجنيشن للابلكيشن بتاعك، اه. يعني يبص عليها ده اصلا. في هنا ولا في بريمن؟ لا هنا تمام. كايزرزلاوتر. بريمن كانت ببلاش عادي، تمام. وفريدريش برضو كانت ببلاش. اه انما كايزرزلاوتر قال لك 60 يورو علشان نشوف يبص في الابلكيشن بتاعه. الابلكيشن بتاعك. مهم. طب 60 يورو هيدفعوا ازاي؟ اكيد بالبنك، بس الترانسفير ديت هتحصل بعد فترة يعني. فاللي انا فاكره، مش فاكر كان يوم 31 ده كان يوم جمعة باين او حاجة زي مهم. كده. فاللي هو انا 31 اهو، ومحتاج ادفع 60 يورو. فهدفعها ازاي في اليوم الاجازة؟ وبكرة السبت برضو كان يوم اجازة، ايوه. هتدفع امتى الكلام دوت؟ وبعد كده آه بعديها بشوية جالي من كايزرزلاوتر قالوا لي ان انت معاك اسبوع على بال ما تدفع ال تدفع 60 يورو. الدفع اللي معاك اه. قدامك اسبوع، يعني كام؟ يعني يوم 7، مهم. 7/10، 7/11 اصلا. ف خلاص يوم السبت اجازة بنوك، يوم الاحد هنروح ندفع. يوم الاحد دفعناه، الترانسفير حصلت ووصلت يوم 7/10. ما شاء الله. والله ما هو بهزر. برضه اخر اخر الديدلاين. يوم حرفيا، هي بالظبط اللي هو ايه 31. انا شفتها على داد وقدمت الابليكيشن. حرفيا خدت الحاجه بتاعت بريمن، امم. ظبطت شويه حاجات وقدمت على في كايزرز. الكفر، في الكفر ليتر وكده، مهم. وقدمت على كذا زود. ال 60 يورو دفعتهم خلاص بعد على اخر يوم، يوم 7/10 اللي هو اخر يوم خلاص اتوصلت هناك، يا والابليكيشن اتعمل لها اكسبت. ممتاز. فريدريش قدمت عليها في يوم 15/1 لو انا افتكر صح. حرفيا جالي امتحان، جالي يوم 18 ان انا اتقبلت، بس في امتحان. امم. الامتحان كان يوم 23، ده كان اسرع ابلكيشن شفتها في حياتي. امتحاني. امتحان مش عارف، بيقول لك زي اسسمنت تحديد تيست. مستوى اه. اه تمام. اللي هو ايه، عايز يشوف انت درست كويس حاجات ولا. يعني في بعض الجامعات بتعمل في الابلكيشن بتاعها في اخر الابلكيشن ان الواحد يعمل امتحان زي قبول للجامعة. ايوه امتحان قبول. بالظبط اه. بس فهي وده الابلكيشنز بتختلف برضه، يعني زي ما هو بيقول كده ان في جامعات برضه بتبقى عايزة ابلكيشن
فيز ان احنا ندفع فلوس، مثلا زي الجامعه اللي احنا فيها هنا ار بي تي يو بندفع فيها 60 يورو مثلا. في جامعات تانية بتبقى مجانيه. في ناس في جامعة بتبقى برضو التقديم عليها عن طريق البريد، في عن طريق الاونلاين ابلكيشن. هنا اونلاين ابلكيشن صح؟ هنا اونلاين حتى اه. الاثنين التانيين برضو اونلاين ابلكيشن. الاتنين برضو التانيين كانوا تمام. اونلاين. في حاجات طبعا اليوني اسيست بس التلاتة بصراحة بالنسبة لي ما عملتش ما يوني فيش يوني اسيست، اسيست. بس في جامعات طبعا بتاخد يوني اسيست زي بتاع دورتموند كنت ناوي ان انا اقدم لها، بس هي تفتح وينتر بس. اه دلوقتي سمر قلت مش ما هستنى. قدمتش. اه بالظبط قلت مش هستنى. تمام. فنيجي دلوقتي لنقطة أو سؤال، إيه المتطلبات اللي أنت احتجتها لما قدمت على جامعة ار بي تي يو لحد ما جالك قبول؟ فإيه المتطلبات اللي أنت احتجتها واللي فاكرها من الابلكيشن وأنت بتقدم على الابلكيشن؟ يعني هو في متطلبات أساسية لكله، زي مثلا الشهادة بتاعت الجامعة، مهم. الترانسكريبت بتاع الجامعة، بيان الدرجات بكل التفاصيل بتاعت الجامعة بتاعتك، مهم. وبروفيشنال سي في بس، وكفر ليتر طبعا. الأربعة دول اللي هم أهم حاجة بيبص عليهم أكيد. تمام. في أنا كنت سامع إن في حالات طبعا أنت ممكن تقدم من غير الشهادة، وبتيجي من هنا باين وتقدم لهم الشهادة، يعني بتقول لهم إن أنت لسه الشهادة ما طلعتش أو حاجة زي يعني كده. هو لو أنت حتى لسه مخلصتش تقريبا من دراسة، بالظبط يبقى اه. فاضلك مادة ولا حاجة ولسه ما خلصتش امتحانات مثلا صح؟ حاجة زي كده. وأنا أعرف ناس صحابي كانوا رايحين والشهادة بتاعتهم لسه ما كانتش، يعني اللي هو إيه، أنا جيت سمر مثلا، فأنا كنت استنيت لغاية ما الشهادة تطلع وكل حاجة طلعت وبعد كده تمام. قدمت. في ناس صحابي قدموا من وهم بيعملوا مشروع التخرج أصلا، فاللي هو معهم شهادات طبعا. كانش لسه الشهادة طلعت وبتاع، وطلعوا ما شاء الله وموجودين هنا في ألمانيا في جميل. مدن تانية. ف بس هم كنت ناوي أقول يعني إن مش لازم شهادة تخرج، بس في برضو جامعات بتطلب ريكومنديشن ليترز، وهنا بيطلبوا ريكومنديشن ليتر على فكرة. مهم. وانا للاسف ما اعرفش ليه ما جبتش. ما جبتش ريكومنديشن. اه الريكومنديشن ليتر انك تجيب خطاب توصية من دكتور دكتور، مثلا. من دكتور معاك في الجامعة او كده. ف يعني انت قدمت من غيرها واتقبلت. اه انا تمام. كنت اسمه ايه ده؟ يعني مش عارف، انا كنت مستبعد خالص ان كذا دكتور تيجي لي اصلا. انا كنت متوقع ان بريمن هتيجي او فريدريش، وكذا لوتر ان هي الوحيده اللي جات لي وانا ما كنتش مقدم للريكومنديشن Yeah. ليتر كمان. تمام. يعني هي وكان كذا حد من صحابي كان يقول لي انت ناقصك حاجه يعني، ما تروح ما تجيبها. تجيب ما حرفيا الدكاتره عندك في الكليه، روح قول لدكتور يعمل لك واحد وبتاع. بس الفكره ان انا كنت الدراسه في عين شمس، وانا كنت عايش في في طنطا. طنطا اه بالظبط. ف مش عارف المشوار كان تقيل على قلبي ولا ايه، معرفش. كنت مكسل بطريقه مش طبيعيه ان انا اروح. تمام جدا والله. دي حاجة كويسة برضه، يعني مش لازم في كل الشروط تكون متحققة عشان تتقبل في الجامعة. اكيد اه، بس يعني الواحد بيقول يعني أكيد انت طبعا. لازم تكون. يقدر يعملها طبعا. اه بالظبط، يعني ده كان غلطة من عندي، بس هي متقدرة لي ان انا اروح يعني، فانا ما انصحش حد ان هو يعمل زيي بصراحة يعني. أيوه أيوه. أنا أعرف برضه، أعرف ناس بتقدم وبتبقى كل حاجة الشروط متحققة بس ما بيجيلهمش القبول، مهم. فسبحان الله برضه هي هو نصيب كده نصيب كده، طبعا. نصيبك كده كده في الدنيا هيجيلك. تمام. حرفيا ليك خير هنا في ألمانيا هتيجي. ممكن سؤال ناقص هنا في موضوع اللغة؟ أنت جاي هنا دراسة إنجليزي، مهم. فأنت إيه المتطلبات اللي أنت عملتها؟ اه قدمت امتحان أو كده؟ آه، هو في يعني المفروض ان الجامعة هنا في الار بي تي يو بتقبل لو انت دراستك كانت بالانجلش عادي. لو جامعة بالإنجليزي أه. اه بس انا بصراحة كنت عامل ايلتس قبل ما اجي مهم. احتياطي، وقدمته في الابلكيشن. وعايز اقول برضو في النقطه دي ان انا جامعه المنيا، انا كنت متخرج من جامعه المنيا، مش متخرج من جامعه المنيا بس لما جيت قدمت بان جامعه المنيا كانت بالانجليزي، قالوا لي الشهاده دي لوحدها لا تكفي او الورقه دي لا تكفي، مهم. رغم ان الدراسه كانت بالانجليزي. بس طلبوا مني برضو ان انا اعمل امتحان ايلتس، فهي مش دايما الموضوع ده بيتقبل، مش عارف ليه لا بس يعني. فانت بتقول كده انك انت عملت ايلتس، لا وكان في شرط لما ايلتس لو تفتكر كان كام؟ 6 ونص. تقريبا أو حاجة زي كده يعني، 6 ونص بتاع. تمام. كنت أنا كنت جايب 7 فالدنيا كانت ماشيه معاك تمام. الحمد لله يعني. واللغة الألمانية ما كانش مطلوب خالص اللغة الألمانية تقريبا بالنسبة لك؟ لا خالص مفيش خالص. تمام. بس هو اللي أنا أعرفه إن هنا في ار بي تي يو لازم بعد أول سنة تكون خدت مستوى أو حاجة في الألماني هنا. بس أنا يعني أنا جاهز يعني إن شاء الله. هو في جاهز شرط العمل. هنا مش في الجامعة، مش في كل الجامعات، بس هنا في الجامعة هنا مثلا بيقولوا إن أول ترم أو بعد أول سنة مش فاكر بالظبط تكون واخد أي مستوى في اللغة الألمانية، لو واخد ال A1 أو ال A2 أو ال3 أو B1 أي حاجة، المهم تجيب شهادة من الجامعة
تجيب شهاده بانك انت خلصت كورس فيهم يعني. بس في جامعات تانية بتطلب مثلا A2 يكون خلصان لحد رابع سمستر او حاجه زي كده، فدي برضو حاجه بترجع للجامعه. فكده احنا خلصنا كلام عن اجراءات الجامعه والكلام ده. نيجي لاجراءات الفيزا. مهم. انت دلوقتي قدمت على الجامعه الاول ولا ايه اول خطوه خدتها عشان بعدين تدخل في حوارات الفيزا؟ لا انا ما دخلتش في موضوع الفيزا غير لما اخدت قبول من الجامعه. ممتاز تمام. جالي الليتر اوف ادميشن من هنا، قلت خلاص انا هقدم على الفيزا من هنا. اجراءات الفيزا انا كنت عارف من اولها ان انا محتاج حسب البنك. الشهاده، الحساب البنكي والشهاده تكون متوثقه وبيان الدرجات وكده. فلو كنت جاهز في الاول. كنت جاهز من انك انت مقدم على موثق ورقك، الشهادات بتاعتك موثقة ومترجمها، هي مترجمة أصلا من الإنجليزي صح؟ ترجمه اصلا. والمترجم من الإنجليزي ما بيحتاجش إنه يترجم من الألماني، ولكن لو بالعربي محتاج يترجم فبيترجم من الألماني من مترجم معتمد، وبعدين لازم يوثقها من السفارة صح؟ بالظبط أنت بالنسبة لك أنت الورقة بالإنجليزي من الجامعة، ف احتجت بعدين تعمل توثيق من الخارجية. مهم. من الخارجية. بالظبط من الخارجية وبعدين من السفارة الألمانية. بالظبط تمام. تحجز ميعاد من على TLS، تروح توثق الشهادة بتاعتك بتاعت الجامعة هي وبيان الدرجات. بعد كده بتاخدهم وتقدم على الفيزا دي. الفيزا متطلباتها بتكون أول حاجة بيطلبها منك الابليكيشن بتاعت الفيديكس. تمام. دي بتخش من على النت، بتخش على موقع. فورم كده بيتملي. بالظبط بتملى فورم. بس أنا اتلخبطت في الأول، كنت في فيديكس للشنجن فيزا مهم. سياحة وكده، أو آخرها بتاع 6 شهور باين أو 3 شهور حاجة زي كده. مهم. وفي الناشونال فيزا اللي احنا بنعملها لطالب بيقعد. 93 يوم. بالظبط فديت برضو ايه عشان الناس ما تتلخبطش، انا اتلخبطت فيها في الاول بصراحه. مهم. وكنت عامل بتاعت شنجن، وجيت قبل ميعاد الفيزا بشويه قلت ايه تمام. ده انا ناشونال اصلا. فلازم لو انت رايح تعمل فيديكس ناشونال فيزا. وال طبعا صورتين، 3.5 في 4.5. تمام. في البيانات بتاعتك انت بقى زي CV. اه برضه يحتاجوا سي في تقريبا، ريكومنديشن ليتر. لا مش ريكومنديشن بقى سوري خلاص مش انت. موتيفيشن ليتر. موتيفيشن ليتر محتاجوا CV وموتيفيشن ليتر. ده خطاب الحاجات اللي تحفيزي. خطاب بالظبط. تحفيزي مش عارف انت ايه. عملت خطاب تحفيزي للجامعة، وهتعمل خطاب تحفيزي للسفارة كمان، تمام. توضح لهم ان انت رايح تدرس وكده. وطبعا الشهادة ببيان الدرجات متوثقين من السفارة خلاص بعد ما خلصت كل حاجة فيها. مهم. وبعديها التمويل بتاعك هنا في ألمانيا هيبقى عامل ازاي، سواء بقى حساب بنك مغلق، سواء سكولرشيب منحة من مكان، أو حد هيعولك. بس طبعا لازم يكون الطريق هنا عايش في ألمانيا تقريبا. لازم يكون عايش في ألمانيا، ولازم يكون مرتبه مش عارف مش أقل من حد معين، ولازم يكون حد أصلا واثق فيك 1,000,000%. فمش أي حد هيعمله بصراحة، مهم. لأن هو هيكون مسؤول قدام الحكومة منك. هو اللي يصرف عليك الفترة اللي انت هتقعدها. مش بس هيصرف عليك، لو أنت عملت مشكلة هو اللي ايوه ايوه. هياخدها يعني. طيب كنت هقول لك وفي على ايه. طبعا التأمين الصحي. كل ده الكلام دوت أنا كنت عامله من فينتيبا بصراحة. مهم. فينتيبا ابلكيشن يعني. كنت برضه فتحت على الحساب البنكي. اه تمام. كان ممتاز. بصراحة الناس يعني هناك عاملين ابلكيشن محترم، وكنت بخش لهم في الكاستمر سيرفيس بكلمهم، بيردوا على طول يعني ما بيتأخروش. ممتاز. في كان حد بيسأل برضه عن الموضوع دوت، في الانرولمنت ليتر مختلف يعني، هو قبول بس بيجي لك واحد هو ده اللي بتقدم فيه في السفارة برضه، ولا انت بتقدم الأول بيجي لك قبول من الجامعة وبعد القبول ده بتستنى ورقة تانية؟ لأن أنا لا فاكر إن أنا جالي القبول بتاع الجامعة هو ده اللي قدمت بيه على طول السفارة. ما انا برضو بالظبط صح؟ هو الليتر اوف ادميشن هو اللي بيجي بتقدم فيه على السفارة. اسمه ايه ده الانرولمنت بيحصل بقى لما انت تيجي هنا اهو تمام. في المانيا تخلص. ولحد القبول دوت مفيش مصاريف غير اللي هي ال 60 يورو اللي اتدفعت قبل كده في الابلكيشن. بالظبط بعدين في الانرولمنت نفسها بتدفع مبلغ تاني للانرولمنت اللي هو ايوه السمستر المصاريف فيز بتاع صح؟ الجامعة بالظبط. تمام جدا، اللي هي المصاريف الرمزيه اللي هي بتاعت كل ترم. فاحنا كده بنتكلم لسه في اجراءات الفيزا، كنت عايز تتكلم عن التامين. التأمين الصحي انا كنت رايح لهم بتأمين صحي بتاع فينتيبا عادي، ورحت لهم كنت شفت في الPDF اللي بيطلب الإجراءات، مهم. قصدي الوثائق يعني تأمين مش أقل من 30,000 يورو. ده أنا كنت عارف إن أمان بيعمل 30,000 يورو، اللي هو بيبقى آخر صفحة عندك في الجواز السفر. تمام. فقدمته هناك في TLS قال لي لا ده مش عايزينه. بتاع أمان دوت. مم. فأنا حبيت يعني أقول إن لو أنت رايح على أساس إن أمان هيكون هو التأمين بتاعك، لا مش هينفع معاه. فهم عايزين تأمين ألماني زي ما فيسا أو
او الكلام دوت، ده ترافل انشورنس. وطبعا لما بتيجي بتعمل الهيلث انشورنس بقى بتاع الحكومه، اللي هو زي بارمر وتيكي. ايوه، دي برضه حاجه مهمه ومختلفه، ان التامين الصحي اللي بيتعمل بعد ما تيجي المانيا غير اللي هو التامين الصحي بتاع السفر. ده تامين سفر اسمه صح؟ بالظبط تامين اه. سفر. هو تامين السفر ال 30000 دوت مبدئيا. 30000 دي مش هي اللي تدفع، مش دي اكيد مصاريفه. ده التامين على 30000 اللي هو بيغطي لحد خسائر 30000 يورو. احنا اصلا بنعمله في امان اصلا، بس هم مش معترفين هنا بيه في اه، المانيا يعني. ما تفهمش ليه، بس هم عايزين فانت عملته عن فينتب على فينتب. فانتي حرفيا بتعمل مافيستا دوت ببلاش. تمام جدا، ممتاز. وجواز السفر طبعا. جواز السفر. بتديه بقاليش علشان أقل من 6 اصلا شهور. جواز السفر بتديه اصلا في TLS، وهم بيرجعوه لك لما الفيزا ان شاء الله تطلع. الفيزا تطلع. بالظبط اه، يكون مطبوعة جوه جواز السفر. الفيزا خدت قد ايه منك عشان تطلع؟ اللي انا فاكره انا قدمت يوم 22/12، فاللي هو قبل الكريسماس بشوية. انا كنت عارف ان هي بتقعد لها مثلا شهر على الاقل، ف... فقلت شهر. وفي الفترة كمان بتاعت الكريسماس ديت كلها ايوه اكيد ما لازم. تعتبرش شغل اه. فانا قدامي شهر ونص ولا حاجة، وهو ده فعلا اللي حصل يعني. كان انا جات لي الفيزا باين في 2. في 2 في اول شهر، في نص شهر 2 كده، مش فاكر كام بالظبط كانت جات لي. طب انت كانت الدراسة تبدأ امتى؟ يعني لما هي تطلع في نص 2 الدراسة بتبدأ امتى؟ دراسة في اول 4، بس اسمه ايه ده، شهر 3 كان في اورينتيشن كورس كده بتاع 800 يورو، مش هاخده بصراحة لان ده استقبال رسمي بصراحة. وتقدر تسافر يعني الفيزا بتطلع لك بنفس اليوم اللي انت طلعت لك فيه الفيزا تقدر تسافر على طول؟ اكيد اه. انا كنت قايل لهم هناك في TLS، هم بيسالوك انت عايز تسافر يوم كام. مهم. طبعا في الشنجن بيطلبوا منك تذكره طيران، هنا ما طلبوش مني تذكره طيران، قالوا لي بس ايه انت عايز تسافر يوم كام. انا تمام. كنت قايل لهم يوم 1/3، ومن اول يوم 1/3 جات لي. ولو كنت عايز اسافر يوم 1/3 كنت اسافر عادي، بس انا قررت ان انا اخرها شويه ليوم 8/3. ما هي دي النقطة اللي بتكلم فيها. يعني انت مثلا طلعت لك يوم 15/2 مثلا، واتصل عليك قال لك تعالى الفيزا جاهزة، رحت استلمت الفيزا، تقدر تسافر يوم 16/2؟ لا طبعا، انت من اول يوم يوم الفيزا 1/3 اللي انت قايل بتاعتك لهم عليها. ايوه، اليوم اللي انت قايل لهم عليه. وحتى لو ممكن مثلا اليوم اللي انت قايل لهم عليه هم يدوك، مثلا انت قلت لهم 1/3، ممكن تيجي لك يوم 2/3 ولا حاجه. مم. فانت ما يحقلكش طبعا ان انت تسافر يوم تعترض. 1/3 اه. ما يحقلكش ان انت تعترض اه. هم مثلا ممكن يكونوا شايفين يوم 1/3 ده ينفع. مش اه بالظبط طب ما ينفعش. معلش سؤال تاني في الحتة دي برضو، اللي هو 1/3 يعني جنب في مكان. يوم 1/3 مثلا، من يومها ليك تقريبا 90 يوم عشان الفيزا، يعني 90 يوم عشان تسافر أو حاجة زي كده، 30 يوم عشان تسافر. اللي انا اعرفه ان بيبقى موجود، انت لازم اول لما الفيزا تجيلك تشوف كل البيانات اللي فيها طبعا. مم. بيكون مكتوب هي فالid من يوم كذا ليوم كذا. انا مثلا جات لي سنة كاملة، فاللي هي 1/3 ممتاز. 1/3 لغاية 28 او 28/2 السنة الجاية بقى. 2026 بالظبط. تمام. ف انا قدامي السنة كاملة المفروض اعرف تظبط اسافر فيها. فيها اه بالظبط، اعرف اسافر فيها. بس في number of days اللي انت تقدر تقعدهم هنا في المانيا. في ناس بيتكتب على الفيزا بتاعتهم مثلا 90 يوم. فده معناه ايه؟ ان انت من ساعة ما دخلت المانيا هنا ليك 90 يوم ليك بس. 90 يوم تقعدهم في المانيا مم. بس. فانا بصراحة كان جات لي مكتوب عليها اكسين، فلما دورت على الموضوع ده اكتشفت ان هي السنة كاملة مفتوحة لي يعني تقعد. تقدر تقعد السنة كاملة بالفيزا اللي معاك. بالظبط اه. حلو. لو انت عندك 90 يوم، قبل 90 يوم ما يخلصوا لازم تكون مقدم على إقامة بقى في المدينة بتاعتك. وده من طبعا طبيعي، يعني هو الواحد بيحتاج تقريبا شهر شهرين إن شاء الله من ساعة ما بيجي ألمانيا عشان يظبط ورقه وإقامته وكده. فيعني هي الفترة أكتر من 90 يوم صراحة بتبقى زيادة تقريبا صح؟ بالظبط اه. انا كده كده اصلا يعني ان شاء الله لما اسمه ايه ده هنجيب السكن ونجيب ونعمل الانميلدونج وبتاع دوت، هنقدم على على الاقامه بس. نقلنا المكان على أساس الشمس كانت بدأت تغيب والجو بدأ يبرد، فشفنا مكان تاني فيه شمس زي ما شايفين من الشمس. طيب. فوقفنا فين؟ احنا كنا بنتكلم في التأمين وخلصنا الجزء ده. اه تقريبا كنا خلصنا موضوع تأمين امان ده. تمام. فاحنا دلوقتي اتكلمنا عن الجامعة واللي اخترتها والكلام ده كله، وبعدين اتكلمنا عن إجراءات الفيزا وإجراءات الجامعة نفسها والتقديم. فدلوقتي نيجي لنقطة انت خلاص كده الحمد لله الفيزا طلعت،
عملت ايه من ساعة ما الفيزا طلعت لحد ما جيت ألمانيا؟ ال- التجهيزات بقى. التجهيزات ما عملتش حاجة. عملت انا اول لما جت الفيزا من هنا شفت ميعاد للسفر، حجزت فيه تذكرة الطيران. شفت طبعا اقرب مطار دولي قريب من كايزرسلاوترن اللي هو كان فرانكفورت. فحجزت تذكرة يوم 8/3. ليه اخترت يوم 8/3؟ انا كنت حتى واخد رأي عبد الله ساعتها ان يوم 8 دوت كان يوم سبت، فقلت ان انا هاجي يوم السبت تكون الدنيا رايقة شوية، يوم الحد يكون اجازة يعني اخد على الوضع شوية وارتاح، ترتاح. ويوم الاثنين نبدأ في بقى الاجراءات اللي هنا في المانيا. فده كان اول حاجة. حجزنا تذكرة الطيران، كانت مصر الطيران يعني لها ما لها وعليها ما عليها. ممكن نيجي للتجهيزات اللي هي الحاجات اللي انت احتاجت اه تاخدها معاك عشان لما تيجي ألمانيا. كنت الهدوم اللي انت جبتها، هل كان في حاجة حاسس ان لا كنت اجيب شتوي اكتر؟ كنت حاسس ان لا اللبس الشتوي اللي انت جبته معاك ما مش كفاية، ما يستحملش ألمانيا فعلا كده الحاجات دي؟ وانا حظي حلو ان انا جاي هنا في الجو ده، يعني الدنيا ما بتشتيش تلج والكلام ده. فانا كنت انا بصراحه لغايه دلوقتي في اللبس مش حاسس ان انا ناقصني حاجه. جميل. انا كنت عامل حسابي مثلا على جاكيتين 3، واحد ووتر بروف تقيل ومش عارف، وجاكيتين خفاف زي اللي لابستهم كده اهو. بس اللي انا بص عليه بصراحه كان في برودكت على امازون كده اللي عباره عن بيكون زي كيس كبير وبيتشفط، يعني بتحط فيه مثلا لبسك وحاجتك وكده اهوت، وبعد كده تقوم شفط عشان يتحط في الشنطة. بالظبط. تشفطه بقى ساعتها بال مكنسة تقريبا. مكنسة فاكيوم كلينر مش عارف اي جهاز بقى بومب وبتاع الكلام دوت. دي فكرة ممتازة دي. علشان تحط الحاجة بتاعتك في الشنط، بتكون يعني ساعدتني كتير يعني ان انا اخد على قد ما اقدر. في بقى ايه كمان كان عبد الله كان قايل لي برضو على موضوع البطانية المخدة المخدات هنا والبطانيات هنا. لأن النقطة دي المخدات هنا في ألمانيا مش ظريفة، وده مش كلام أنا بس، يعني كل ما أكلم حد عايز يشتري مخدات هنا يقعد يشتكي إن المخدات سيئة جدا، جودة رديئة، وإنك عايز تجيب مخدة محترمة هتجيب بفلوس كتيرة جدا، في حين إن في مصر المخدات موجودة في كل حتة. بالظبط. وانا رحت جايب بقى كيس دوت، حطيت فيه المخدة ورحت سحبته، بس ما بقاش فيها، ما بقتش مساحة كبيرة يعني زي ما ما الواحد كان مفكر. انا طبعا في موضوع الذل دوت انا كنت قاري عنه، الكاستمز او ممنوع تدخل حاجات فيه، ايوه ممنوع الحاجات تدخل. اللي ممنوع تدخل هنا في المانيا. كنت قاري عنها شوية. فكانوا بيقولوا اللحوم طبعا، اي برودكت لحمه زي فراخ لحمه كدهوت او طيور، حمام، حلة محشي. حلة محشي، المحشي عادي على ما اظن يعني. هم عندهم مشكله مع اللحوم ومع الالبان. بس برضو انا اقول انت دي بتبقى ده قانون وانت وحظك، يعني في ناس بتعرف تدخل بالكلام ده عادي جدا. انا كنت ممكن اعرف اخش بالكلام ده على فكره. ان محدش بص في الشنطه. محدش بص في الشنطه بتاعتي. انا دخلت اسمه ايه دوت ظابط الجوازات هناك في فرانكفورت هنا، ختم لي على الختم وما بصش ايوه في الشنط. في غيري كانوا بيفتحوا الشنط، حصل معاهم ان هم فتحوا الشنط، ولو فتح الشنطه لقى حاجه من الحاجات ديت هتدفع غرامه بتاع 320 يورو. اوف. فغرامه غاليه جدا طبعا. لا انت تجيب بيها بقرة احسن. تشتري بقى خروف وتذبحهم. هنا ممكن بس نيجي لاخر نقطه نتكلم عليها، وهي لما جيت هنا المطار، هل في صعوبات واجهتك لحد ما وصلت المدينه، ولا الموضوع كان سلس وسهل انك انت تتعامل؟ يعني في حاجه كانت صعبه شويه عليك اول ما جيت هنا؟ هو الكلام دوت المفروض ان انت تنظم له يعني قبل ما تيجي. فانا بصراحه كنت منظم ان انا اول لما اوصل المطار هاخد حاجه اسمها فليكس باص. ده علشان انا كنت عارف ان المصاريف الجامعه هنا في RPTU بياخد جزء منها للسمستر كارد، السمستر تيكت المواصلات. فلو ما كانوش هياخدوا مني
المصاريف ديت كنت هجيب الدويتشلاند تيكت عادي مهم. واستخدمها. بس انا قلت يعني ليه، ما انا كده كده هدفع مصاريفها، ليه اجيب التاني؟ مهم. فدورت على حاجات غير القطار. غير القطار. لقيت فليكس باص ده في حظي برضو اليوم اللي انا جاي فيه كان رخيص قوي. كانت تذكرة ب4 يورو. 4 يورو من مطار فرانكفورت لحد كايزرلاوترن. بالظبط. ده لو ركبت قطار، أسوأ قطار تقريبا هتدفع فيه حوالي 20 يورو أو 19 يورو، فطبعا نتكلم في فرق كبير يعني. ده انا حتى وبعدين- كمان زودت. هو المفروض برضو فليكس باص بيكون واخد التعليمات ان انت تكون معاك شنطة وشنطة على ظهرك. مهم. انا كنت جايب شنطتين عشان من القطار اه وكده، فزودت شنطة من عندي من الابليكيشن بتاعهم كمان، فبقت زيها زي التذكرة العادية. يعني هو التذكرة بتاعت 4 يورو ديت كانت رخيصة جدا، ايوه معرفش. وبعدين زودت معرفش عليها الشنطة. زودت عليها الشنطة، بقت تذكرة 9 يورو اللي هي أصلا الطبيعي من فرانكفورت لكايزرزلاوتر. تمام. فبكده نكون تقريبا خلصنا وجبنا على كل الأسئلة اللي ممكن الواحد يحتاجها، وبرضه سألنا الأسئلة اللي الناس سألتها أو اللي انتوا سألتوها يعني. فبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة عن قصة ازاي عبد الله وصل لألمانيا. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو، أو ممكن يكلمنا على الانستجرام أو حتى على الديسكورد. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو برضه. واشوفكم يا جماعة إن شاء الله في فيديو تاني.